يخلي يدرس على القرآن الكريم معايا. أقسم بالله أن أشهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق. أنت شاهد الدفاع، شنو يعني موضوع الشهادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعم. اسمح لي سيادة القاضي أريد أقول السلام عليكم سيد الرئيس. السلام عليكم للكل. يا واريد اقول صبر يا ديرة الطيبين، عوجم والصبر مجبور شرابة. صبر يا اسمع انت ما جايه قاعد. صبر يا عمها كهنا وكل مصيبتنا والوقت الثلاثة بقوة الله رجعت صاحب. انت ما جايه قاعده ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء؟ هاي محكمة بابا. ما فيها شيء هو رئيس. حلفتي بالقرآن. وانا حلفت ما اكذب. احترمي القرآن. وانا محترمة القرآن. بالنسبة للسيد رئيس القائد انا تعرضت المشكلة كانت مع سكرتير يعمل مع ابن الرئيس الله يرحمه. المشكلة كانت مالية واجتماعية. يعني هذه تخص عملية انه الرئيس كان يسمح للناس تشتكي عنده. فأنا ذهبت عند الديوان، قدمت شكوى وقدمت على انه انا اريد اقابل السيد رئيس القائد حفظه الله، وسمح لي بمقابلته. كذلك انه هو رفع عني الدور اللي كان واسترجع لي حقي من الشخص المعني وانزل بي العقاب، وهو معروف للكل انه يقيم الحد حتى على اولاده. ممكن اقول شيء للرئيس؟ شو تقولين؟ لا كلام بدلته بعد. ما ممكن يعني؟ ما قول. ابو عداي ما يحكم علينا الجاي من ايران ولا اللي رضع من صدر عدنية. هذا ابن العراق الاثنين، هذا الضام والجهل. احنا اعطيناكي فرصة